النهارده نجمنا محمد صلاح بيساهم في تعادل ليفربول 2-2 بعد ما كان خلاص في الدقيقة 81 وليفربول هتخسر الماتش، لكن ربنا كرمنا وكرم نجمنا محمد صلاح بهدف التعادل. هدف جميل جدا ماركة محمد صلاح. ومن ضمن طبعا بقى القرارات الظالمة والفجر اللي احنا بنشوفه من الاتحاد الافريقي، النهارده طلع قرار بعد الهنا بسنه. يعني الزمالك لعب السوبر الافريقي ولعب كمان السوبر المصري وخسر السوبر المصري، واتفاجئنا كلنا النهارده بالقرارات اللي اقل وصف ليها ان هي قرارات ظالمه وقرارات مجحفه للزمالك. 300,000 جنيه 300,000 دولار غرامة على نادي الزمالك بسبب أحداث مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي، وإن لاعيبة الزمالك خرجت من المباراة ووقفت اللعب لمدة 8 دقايق. الاتحاد الأفريقي طبعا خد قرار قوي جدا بعقوبة شديدة على نادي الزمالك 300,000 جنيه. كده نادي الزمالك كسب 500,000 ودفع 500,000 جنيه عليهم الغرامة كمان بتاعت شيكابالا، وتوقف 3 ماتشات وغرامة 10,000 دولار لشيكا، وغرامة على ناصر منسي غير مفهومة لأنه عمل كده الجمهور الأهلي، يعني اعتبرها الاتحاد الأفريقي مسيئة وخصم 10,000 لناصر منسي ووقفوا 3 ماتشات. خلينا نتكلم بالعقل كده وبالمنطق. الفرق الأفريقية اللي انسحبت فعليا من المباراة خدت غرامة 40,000 دولار. الزمالك واخد 300,000 دولار. يعني الناس اللي في الاتحاد الافريقي دي بتحط العقوبات بالمزاج مثلا ولا بتمشي ازاي ما نعرفش، محتاجين حد يفهمنا. حصل ان مشجع نزل في مباراة تقريبا لنادي الترجي، وحصل ان فريق افريقي انسحب. ليبيا ونيجيريا، ليبيا خلت بتوع نيجيريا في المطار ساعات طويله ومشي وسابوا الماتش، والاتحاد الافريقي فرض غرامه كام؟ 40,000 معروفه. طب انت اشمعنى الزمالك اللي بتعاقبه بغرامه كبيره 300,000 دولار؟ وهل في لائحه بتقول الكلام ده؟ انا بصراحه ما شفتش ان فريق بينسحب بيتعرض لغرامه 300,000 دولار. اقصى حاجه شفناها 40,000 50,000 دولار. ثم ايه الاشاره المسيئه يعني من ناصر منسي لما عمل كده؟ طب ما هو الاهلي برضه عمل اشارات مسيئه وعملوا كده وعملوا كده. حاجه غريبه جدا، وتحس الناس اللي في الاتحاد الافريقي دول واقفين ضد الزمالك. ولكن انا بطلب من مجلس اداره الزمالك ومن جمهور الزمالك ما يسكتوش، ونصعد الموضوع للفيفا لحد ما ناخد حقنا، لان واضح جدا ان في تعنت وفي اصرار ان الناس دي تظلم نادي الزمالك.